الشغف أحد أقوى وأعمق أسرار الحياة، الأداة اللي تخليك تسعى نحو الهدف وتحققه من دون أن تشعر بالملل والكلل والتعب. راح أشرح لك في هذا الفيديو ما هو الشغف، إيش السر الحقيقي وراه، وكيف تلقاه إذا أنت من الناس اللي إلى حد الآن ما وصل للشغف، وكيف تجدد شغفك إن كنت قد فقدته. جهز قهوتك يا صديقي العسل أو مشروبك اللذيذ اللي أنت تحبه أو أكلك إذا أنت من النوع اللي يأكل وأنت تتابع، ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل. فكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح كامل، مو ألخصه ولا راجعة، أشرحه بالتفصيل. فإذا عجبتك فكرة القناة يا صديقي العسل شرفني باشتراكك. مثل ما عودتك أنا في هذه القناة لما أجي أعطيك معلومة أشرحها لك بالتفصيل. طريقة إلقاء المعلومات اللي من دون تفاصيل هذه ما تعجبني، والسبب إني لا أحب أن أتلقى الأوامر، وخصوصا الأوامر اللي ماني عارف وش سببها. يعني مثلا تجيني تقول لي يا ناصر يجب أن تبحث عن شغفك. طيب ليش؟ وش هو الشغف؟ وكيف يعمل الشغف؟ وإيش أسبابه أصلا؟ بعدها أقتنع. إذا اقتنعت بحثت عن الشغف أو تمسكت فيه إذا كان هو موجود. فعشان كذا خلني أشرح لك أول شيء الشغف كيف يشتغل أصلا. وبما أننا نتكلم عن الشغف فمعناته حنا بالضرورة نتحدث عن الدوبامين. يا سلام يا سلام يا سلام. والدوبامين هو من أهم الهرمونات، وفي وجهة نظري هو أهم هرمون يفرز في جسدك في هذه الحياة. من كثر ما هو مهم يا صديقي العسل خليتها الشق الأول من كلمة دوبامي كافين. وإذا أنت ما تعرف معنى كلمة دوبامي كافين فهي كلمة مركبة من كلمتين، الدوبامين